الإعجاب والاستغراب هو ما كانت تثيره جدة الكوميدي بن حميدو لدى كل من يلتقيها. إعجاب بشخصيتها وهي القادرة على اتخاذ قرار في كل أمر رغم معرفتها القليل باللغة الفرنسية، واستغراب من الأوشام الأمازيغية على بشرتها والتي حولتها في مخيلة الأطفال إلى هندية أمريكية. حياة جدة يحكيها بن حميدو بطريقته الخاصة على خشبة المسرح لرواد مغاربة وأجانب كجزء من سيرته الذاتية. أعتقد أن الكلام عن هذه الجدة ضروري لأنها حافظة ذاكرة التقاليد، والكلام عن التقاليد والحداثة والدين التي تفرض نفسها علينا وقد تؤثر فينا. فالتقاليد مثلا لها إيجابياتها وسلبياتها، لا يمكن أن يتم إلا عبر هذه الجدة، فلا وجود للشك معها لأنها تمتلك المعرفة. وتمتزج حياة الجدة فاطمة الشيكر أيضا بحياة حي مولمبيك بمدينة بروكسل متنوع الإثنيات، وهو ما يساعد على التذكير بتاريخ هذا الحي لمن عاشوا فيه أو سمعوا عنه. وقد اختار بن حميدو تقنية اللعب بالكلمات والمجاز لمنح جولة فكاهية للجمهور أعجب كثيرا بهذه المسرحية. إنها مسرحية جيدة تعكس ازدواج الثقافة في هذا الحي، سواء تعلق الأمر بوجهة النظر المغربية أو البلجيكية، فأنا أفهم مغزى المسرحية من وجهة نظر مزدوجة بلجيكية ومغربية، لأن زوجي مغربي وكل أصدقائي أيضا أعجبوا بالمسرحية التي أضحكتنا كثيرا. ما يهمني في عمل بن حميدو وفنانين آخرين من أصل مغاربي هو تعاملهم مع أصلهم المغاربي بطريقة يمنحهم قيمة إضافية، فنحن بحاجة إلى هؤلاء الناقلين للرسالة مثل بن حميدو ووسام والتوزاني والزيداني لإنشاء جسر يمتد إلى جمهور نريده واسعا وجمهور آت من هذا الحي. مسرحية ذات مضمون كوني إنساني تبتعد عن الأفكار النمطية لتنقل رسالة واحدة: لا مفر من الاعتراف بالآخر والتعايش معه. وصية الجدة فاطمة الشيكر لحفيدها محمد بن حميدو الذي امتهن المسرح منذ سنوات وسط إعجاب بأعماله من قبل النقاد. تحكي المسرحية حكاية جدة إنسانية، فهي تمتلك أفكارا كونية وهي بالتالي تتحدث إلى الجميع، فأنا عبرها لا أتحدث عن قرية بين شيكر أو المغرب أو تكساس، ولكن انطلاقا من حي مولمبيك عن الحاضر. شيء واحد ينقص هؤلاء المبدعين في المهجر أن يحتفى بهم في بلدهم الأصلي كما يحدث هنا في بلد الإقامة. لبيب فهمي، الجزيرة، بروكسل.